تحلية ديسير أو بوستري سهلة بسيطة كتحضر معنا في وقت وجيز والمذاق اللذيذ. ممكن تقدموها باردة كما ممكن تقدموها دافية. الرز بالحليب والليمون أولا قشور ديال الليمون، ممكن بالكراميل وممكن فقط نزينوها بالكاكاو المر يكون نوعية جيدة. كتقدم في طويصات ولا في كؤوس فردية. والبوستريس اللي معروفين يعني من الزمن الجميل كذلك اللي دائما كنا كنحضروا ولا كانوا كيحضروا الجدات ديالنا. المقادير غادي نخليهم اسفل الفيديو. في واحد الطنجره عندنا الرز اللي طبعا دائما كنغسلوه كنشفوه. عندي 150 غرام روز ابيض طويل. غادي نحتاج له كذلك لتر من الحليب، ممكن نضيفوا شي شويه وممكن نضيفوا كذلك كاس من الكريمه. كنضيفوا قشور ديال الليمون، عويد ديال القرفه، وكنحليو. انا ضفت ملعقتين من الكراميل ولا من الحليب المحلى المركز اللي ديجا طيبته، وممكن تحليو ولا تكتفيو فقط بالسكر، كيبقى الاختيار ديالكم. كنخليو الروز ديالنا كيطيب على خاطر خاطرو حتى كيغلي وكيتعلك، كيتشرب ديك السوائل اللي فيه. كما سبق لي وقلت ممكن نوضعوا نصف الكميه ديال الحليب ونصف الكميه ديال الناطا اولا القشطه الطريه، وممكن نكتفي فقط بالحليب. طبعا انا استعملت الحليب كامل الدسم. بعد ما كيطيب الروز ديالنا كنوضعوها في طويصات في كؤوس فرديه، والتزيين كيبقى اختياري. كذلك زينت بالكراميل اللي كذلك غادي نخلي المقادير ديالو اسفل الفيديو، وتفاصيل ديال الوصفه ديال الكراميل متوفره على قناه دولفيس هند على اليوتيوب. رافقت الكراميل كذلك بحبات او بالانصاف من البندق، وباقي الكميه زينتها بالكاكاو المر تكون نوعيه جيده، نوعيه مزيونه. وهذا هو الشكل النهائي ديال البوستري ديالنا اليوم او التحليه ديالنا اليوم. الروز بالحليب بمذاق القرفه والليمون والكراميل كذلك اولا الشوكولاته، كيجي غزال ولذيذ. كيتقدم دافئ كما ممكن نقدموه بارد. من ألذ التحليات اللي ممكن تجربوا هاد الصيف. نتمنى تعجبكم الوصفه.